بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباحكم بالخير البنات، صباح النور والسرور، إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال. مرحبا بكم حبوباتي، مرحبا بكل المشتركين الجدد، وأكيد اللي دايما تخلي لي كومنتير كيما العسل. كيما كم شفتوا راهي الغريبية هذه غريبية الفراولة مدايرة وش نقولكم حيلة في مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا في يوتيوب. على بها ولت والله نجربها معكم ونعطيكم رأيي فيها. وقبل ما نبداو في المقادير حبيت ندير ديديكاس لناجات ونقولها ألف مبروك على طهارة ابنك، وسمحي لي روطار ميكم ما نسيتكش. هيا ذكر نروح نشوفوا مقادير. والوصفة هذه وش نحتاج زوج مغارف تاع سمن، نحتاج كيس غير ربع تاع زيت، نحتاج ربع كيس تاع سكر كلاسي، نحتاج نص ساشية تاع خميرة، ونحتاج ساشية تاع فاني، وساشية تاع نوارة فريز، ونحتاج فرينة باش نلمو هذيك العجينة أكل. زعما للزينة تاعها نحتاجو كونفيتير تاع فريز، ونحتاج شيكولا بلون، واكيد حوايج هكذا نبهيو بهم. اول حاجه نبدا ندير زوج مغارف تاع السمن تاعي، والمهم يكون بدرجه حراره تاع الغرفه. راح ندير ربع كيس تاع سكر، وكيس الا ربع تاع الزيت. راح ندير ساشيه تاع الفاني تاعي، والساشيه تاع النواره تاع فريز. طبعا اللي عندها باطا دير الباطا، واللي عندها ساشيات هذو ثاني نلقاوهم في الاسواق تقدر تستعمل هذه. طبعا هذه تعتبر على انها جو سي بور سا. المهم راح نبدا نحرك هذا الخليط هذا معانا مليح 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 حتى نبغي مو الذوب هذاك الفلون تاعي، والذوب ثاني هذيك السمن تاعي يتخلطوا مليح مع بعضهم حتى يذوبوا. ولكن عندك النكهة تاع الفريز تقدري ثاني تزيديها، انا ما عنديش سي بوغ اكتفيت هذا القدر. وهنايا حندير نص ساشيه تاع خميره. انا هناني عندي ديجا غير نصه، على بها هنا ديريو نص ساشيه تاع خميره برك، باسكو هذه غريبيه يعني مش محتاجه باش ديريها الخميره بزاف. راح نولي نخلط كلش ونجملها بالفرينه. طبعا الفرينه على حسب كما نقولوا الفرينه تاعك، كاينه دي فوا تهز زوج كيسان قادره تهز اكثر. المهم هنا يعني درت زوج كيسان المهم درت زوج كما قلت لكم، وهاني نزيد شويه شويه هكذا حتى نشوف بلي ولات عندي عجينه متماسكه. وبعد ما نتحصل على هذيك العجينه تاعي هذيك نولي نبلورها بلويرات هكذا خفيف، ونلبز عليها في النص ونحطها، باسكو هذيك البلاصه تاع النص هذيك هي اللي حندير فيها الكونفيتير تاعي. هاكم كما تشوفوا هكذا، ونلض عليها في النص برك وخلاص. ونحطها في الفرن على درجة حرارة 150 درجة حتى تشوفيها يعني هكذا تحسيها باللي طابت، يعني حمارت من اللوطة هكذا شوية. المهم بعد ما طيب الكاطو تاعي وموقته شوي برد، راح نبدا دوكا التزيين. راح نحتاج كما قلت لكم هنا الشيكولا اللي نعطيكم في الشيكولا بيضه نورمال،
استعملت هذه الماركة تاع ليدل. المهم قبل ما نبدا نذوبها راح ندير في هذيك شتو الفراغات هذوك الحفر هذوك، راح ندير فيهم الكونفيتور تاعي. من الاحسن انه يكون الكو تاع فريز باسكو كيما على بالكم يعني هي اصلا هذه اسمها غريبيه تاع الفريز. هنا المهم نعمرهم بالكونفيتور هذاك، ومن بعد باش نولي نذوب هذيك الشيكولا باش نغطي هذيك الكونفيتور هذيك نغطيه بالطبقه هذيك تاع الشيكولا. شوفوا هما في الوصفة الأصلية تاعها يديروا طلاء تاع الشيكولا هذه البيضة، يديروا الطلاء تاعها يعني كيما نقولوا ما تجمدش. مي انا بالذمه درتها شيكولا باش نحوسها تجمد من الفوق باش تقعد حبه باش نقدروا نحطوا الحبات فوق بعضهم، لانه كون نديروها طلاء راهي طلاء يعني ما يجبدش، يعني راح تلزق لي تزد لي الحاله برك. بصح كي ديريها شيكولا بيضاء راح نورمال تهزي وتحطي فوق بعضها عادي، يعني ما ماهيش سورتو حنا دوك رانا في الصيف يعني واش نقول لكم راهي الشيكولا ديجا اصلا يابسه وتذوب، ايماجيني ماهيش يابسه يعني. المهم ما تضحكوليش على الحبه الاولاني تعلمت فيها برك بالك باش تعرفي شتي باش تحكمي يدك باش تحطي في النص باش ما تسيحيش ما تقطريش، لازم الاولى توخضيها ومن بعد باش تبداي تعدلي. المهم كما راكم تشوفوا هنايا غتغطي هذاك الكونفيتير باش زعما ما يخرجش برك باش يتغطى. وبالنسبه للديكور من فوق ديا واش عندك؟ انا المهم كان عندي هذاك الورد الصغرون. واحد اليوم انا خرجت برا ولقيت هذا الورد هذا كاينه واحد الشجره هكذا، حكمت نحيت لها شويه تاع ورد وحطيته نشفته زعما جوست الديكور. وهنا هذاك هو اللي راح نديكوري به. ثانيه كان عندي شويه تاع بندق ثاني حطيته في الفور يعني غتقلي لي شويه برك يعني كما نقولوا تحمر هكذا شويه برك ونحيته قسمته على زوج. وعندي شويه تاع بيستاشيو راح نزينه يعني كما تحبي. طبعا كل واحد واش يزين بالاشياء اللي عنده. يعني شفت بزاف يوتيوبرز كل واحده كيفاش فنت في ذاك التزيين وهكذاك، يعني هو كل واحد واش عنده باش يعني ما يكلفش روحو مش يروحوا نشريو على جالهم. انا يعني هذه الاشياء عندي من قبل سي بوغ سا. المهم كانت هذه الوصفه تاعنا تاع اليوم، ان شاء الله تعجبكم. انا عجبتني ذوقا ولا شكلا يعني فرانشمون تهبل. ننصحكم انكم تجربوها لانها ما تحكمش الوقت بزاف وفي نفس الوقت شوفي تجي شكلها تحفه. هنا يخلص الفيديو تاعنا، ان شاء الله يعجبكم. لكن عجبكم ما تنساوش ديروا لي لايك، واللي اول مره تشوف قناتي ما تنساش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصل لها كل ما هو جديد. ما بقى لي غير نقول لكم انطلوا في روحكم وبسلامه والعافيه.